بعد ما كريم عرف ازاي يحمي نفسه بهامش الأمان، ظهر قدامه لغز جديد. ازاي أصلاً أعرف قيمة السهم الحقيقية؟ هل السهم الرخيص دايماً لقطة والغالي دايماً فخ؟ يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. شد كرسيك، اطلب قهوتك وركز معايا، عشان النهاردة هعلمك ازاي تطلع الذهب اللي مستخبي جوه ميزانية الشركات. طبعاً انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. معادنا النهاردة مع القانون الثالث من كتاب المستثمر الصغير، قانون القيمة الجوهرية. أيوة، السر اللي بيخليك تقيم الشركة زي الخواجات بالظبط. بص يا سيدي، هبسطها لك خالص. تخيل إنك رايح بشتري عمارة. هل هتبص على شكلها من بره وسعرها النهاردة وبس؟ لا طبعا، انت هتحسب هي بتجيب إيجار كام في السنة، أساساتها تستحمل، ومكانها هيغلى ولا لأ. مجموع الحاجات دي هو قيمتها الحقيقية. أهو ده بالظبط اللي بنعمله في البورصة. السهم مش مجرد رقم على الشاشة طالع نازل، السهم ده حتة من بيزنس حقيقي بيجيب فلوس. احنا بندرس البيزنس ده هيجيب أرباح كام السنين الجاية، وبكده نعرف سعره العادل. كريم مسك ميزانية شركة، لقى إن الشركة دي عندها أراضي ومصانع وأرباح بتزيد، بس عشان الناس في السوق خايفة ومخضوضة سعر سهمها كان واقع في الأرض. كريم لقى الذهب المستخبي. كريم اشترى السهم وهو متأكد إنه بيشتري حاجة تسوى 100 جنيه ب60 جنيه بس، ونام مرتاح ومبسوط، لأنه عارف إن القيمة الحقيقية للشركة أقوى بكتير من شاشة البورصة. خد الزتونة دي يا صاحبي في 3 نقط واكتبهم ورايا. السهم حتة من بيزنس، عامله كأنه مشروعك الخاص. احسب الأرباح، بص على ميزانية الشركة ومستقبلها، مش حركتها النهاردة. اشتري الخصم، دايما اشتري السهم بسعر أقل من قيمة الجوهرية عشان تضمن مكسبك. احفظ الفيديو ده واعمله شير لصاحبك المتهور. اشرب آخر بق في قهوتك واستناني الحلقة الجاية، لأن حكايتنا لسه ما خلصتش. المرة الجاية هعرفك على أخطر وأجنن شخصية في البورصة، شخصية السيد سوق، مستر ماركت. هقولك إزاي كريم هيستغل جنون الراجل ده عشان يضاعف فلوسه. سلام يا صاحبي الجميل.